السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في اتم الصحه والعافيه. اليوم البنات غنشارك معكم واحد الفقاص اللي كيجي في غايه الروعه، واحد الفقاص اللي كيجي زوين بزاف وتبارك الله راه كيخرج كيجي مقرمش وناجح من اول تجربه. وغنقول لكم حتى الاسرار باش ينجح لكم الفقاص، باش ما يتهرش لكم، وكذلك باش ما كيتشققش او كيتفرقع ملي كندخلوه الفران. المهم اليوم غنعطيكم جميع الاسرار ديال الفقاص باش ينجح لكم 100% من اول تجربه. تابعوني باش تشوفوا المقادير، طريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غنحتاج واحد المعلقه نافع ومعلقه حبه حلاوه كنطحنهم، كنسخنوهم، ماشي كنقليوهم، غير كنسخنوهم، ماشي كنحمروهم، يعني غير كنسخنوهم وكنطحنوهم. كذلك شويه ديال الملح، جوج خميرات حمرين، واحد فاني، كاس ديال الزنجلان ما تنحمروهش، كاس ديال اللوز كنرطبو في الماء غير من الروبيني. يعني اللوز كنرطبو تقريبا غير على ما نوجدوا المقادير ديال الفقاص كنرطبوه. كذلك عندي هنايا غندير نص كاس ديال المزهر. بالنسبه للعبر غنعبر بهذا الكاس بكاس العنبه. كذلك سنيده، هنا راه عبرت بهذا الكاس نيت. عندي جوج كيسان ديال سنيده. كذلك غنعبر جوج كيسان ديال الزيت بنفس الكاس، جوج كيسان ديال الزيت. وعندي هنا بالنسبه لتزيين الفقاص من الفوق، اما كندير شوكولات او لا نسكافيه. انا هنا غندير الشوكولات المر مع البيض. هنا عندي 10 ديال البيضات. بالنسبه لهذا الفقاص كنديروا 10 البيضات. وكذلك الدقيق، بالنسبه للدقيق حسب الخليط، ما عرفتش العبار شحال صراحه كل دقيق وكيفاش كل مره، وشنو مره كيدخل ليا كيلو شويه، مره كثار، على حسب النوعيه ديال الدقيق. المهم هنا غندوز نهرس البيض. بالنسبه للبيض غنحيد واحد الصفر باش نديروه مع الشوكولات اللي غنزين به الفقاص من الفوق، او ندهن به الفقاص من الفوق. كي ممكن ديروا بيضه كامله. كنزيد سنيده على البيض. كنأكد سنيده راه جوج كيسان بنفس العبار بنفس الكاس. كنطربو مزيان، تنخدمو سنيده مزيان مزيان مع البيض، سواء نخدموها بالايد او نخدموها بالطراب اليدوي. بعد المرات انا كنطحنهم في مونينيكس، خلاط الكهربائي. كنضيف الزيت، جوج كيسان ديال الزيت. هاد الفقاصه البنات راه ما كنديرش فيه الحليب، كيجي مقرمش، كيجي في غايه الروعه، زوين. اللي داقو عندي تياخذ المقادير. كنضيف كذلك الزنجلان وباقي المكونات تدريجيا. هنا اللوز صفيته من الماء، راه ما كنرطبوش مده طويله. نضيف نافع وحبه حلاوه اللي مطحونين والملح، ونص كاس ديال الماء الزهر. نضيف الفاني. صافي ونخلط هاد المقادير كاملين. الخميره راه غنخليها نديرها مع الدقيق. وبالنسبه للدقيق انا نوعيه جيده، الدقيق ديال الحلويات، مغربلاه من قبل، غربلوه واحد جوج مرات، غربلوه. وكنبداو نضيفو فيه تدريجيا بشويه بشويه. كنبقاو نزيدو الطحين حتى تجمع لينا العجينه. بالنسبه للعجينه راه حنا ما كنقصحوهاش، كتبقى كتبقى هي هذيك عيننا ميزاننا. كنضيف هنايا قطفه الخميره، لا قصحناه راه غادي تطرطق لينا داك الفقاص وما غيجيش زوين. المهم كتكون عجينه لينه، كتبقى تلصق شويه شويه، ماشي بزاف، غير شويه في الايدين كتبقى تلصق شويه. المهم نتوما غتشوفوا العجينه ملي غنجمعها انا كيفاش غادي تكون. صامر نضيف الدقيق حتى نجمع العجينه كلها، وصبروا معاها. كتعرفوا العجينه ديال الفقاص راه ماشي سهله، كتبقى تلصق، فغتساعدوا معاها اكيد حتى تجمعوها. شوفوا العجينه كيفاش كتبقى. هنا غنقسمها على ربعه، اللي غنشكل منهم ربعه ديال الحرابيل، غنخدمهم بيدي هكا مزيان. وملي غنكون شكلهم حرابيل غادي نبقاو نخبطوهم ونعاودوا بحال هكا، ونهزوا ونكوروا ونعاودوا باش كنخرجوا داك الهواء من هذوك الكويرات. كنشكلوهم على شكل حرابيل وكنستفوهم في اللاطه كي قلت لك، وكندهنوهم بالاصفر البيض اللي خلطناه مع الشوكولات. وكنبقاو نزينوهم بالفورشيط الشكل اللي بغينا. واي حربول درنا ليه البيض والشوكولات كندوزو دوك الخطيطات عفوا بالفورشيط قبل ما ينشف لينا البيض.
بالنسبه للفران راه غنستعمل انا الفران ديال الغاز، كيكون بارد، ما كنسخنوش من قبل، لا كيكون الفران بارد كندخلوه للفران. هنا غناخذ واحد الفورشيط غنتكوه هكا من الجنب. هاد الخطوه علاش؟ باش ما يطرطقش لينا في الفقاص. نكمل لكم، قلت لكم الفران غندخلو ليه بارد، وملي غندخلوه شوفوا هنا راه حطيته في الفران. ملي غندخلوه غنديروه في الجهه الفوقانيه، يعني العافيه تكون تحت منه، والعافيه تكون شميعه مهيله باش يطيب على خاطره ويجينا مقرمل. الفران هنا كنخليهم بالسم، من الاسرار ديال نجاح الفقاص باش ما يطرطقش لينا ما نسدوش الفران، ما نروموش، كنخليهم بالسم شويه. كذلك كنتكو قلت لكم كي شفتوا بالفورشيط باش هذاك الفقاص كيصيب منين يتنفس وما تيتفرقعش. هنا شوفوا من بعد ما طاب غادي ناخذ واحد السربيته غنفزقها بالماء ونعصرها وكنغطيه وكندفيه بواحد المنطقه تكون غليظه وكنخليه ليله كامله حتى الغد عاد كنقطعو. من بعد الصباح، في الصباح من بعد ليله كامله هنا بديت كنقطعو. بالنسبه للتقطاع غديروا يا هاد الموس ديال الحاده اولا غديروا المنشار. بالنسبه ليا انا كيعجبني هاد الموس، غير خاصو يكون ماضي مزيان، الا كان ماضي راه ما غاديش يتفرتك لكم الفقاص. صافي كنقطعو بحال هكا. شوفوا تبارك الله راه كتقطع الفقاصه وكتقطع حتى ديك اللوزه بلا ما يتفرتت، بلا حتى حاجه ما كيضيع علينا منه والو. بالنسبه تقدروا تقولي لي مثلا علاش درتي غير ربعه ديال الحرابيل؟ ديك العجينه درتها ربعه ديال الحرابيل، ما كنديرهمش خمسه، كندير غير ربعه. يقدروا يبانوا لكم كبار ولكن لا، راه الفقاص كيبغي يجي شويه كبير، كيجي شويه كبير، واخا تشوفوه بحال هكا غير كيدخل الفران كيبدا يتحمر كيتجمع شويه. الا جينا نديرو 5 ديال الحرابيل فغيجينا الفقاص صغيور، بصراحه ما كيجيش زوين. انا ما تيعجبنيش يكون الفقاص صغيور. المهم راه واخا تشوفوه بهذا الحجم كيدخل الفران كيزيد يتجمع شويه، وفي الاخر ديال الفيديو راه نتوما غتشوفوه غيجي هو هذاك، كيجي اكثر من رائع. غنستمر نقطع. هنا راه تنشرح لكم هنايا تشوفوا بالتفصيل، راه ما كيضيع والو، كلشي قدام عينيكم. ما كيضيعش الفقاص نهائيا في التقطاع، ما كيضيعش نهائيا، حتى هذوك الحواشي راه ما كيضيعوش. غنستمر حتى نكمل جميع الفقاص اللي عندي ونكمل معاكم فيديو. بالنسبه للفران راه كي قلت راه يكون بارد صافي. ومن بعد ملي غنكمل هاد التقطاع ديال الحرابيل كلهم، شوفوا تبارك الله راه ما ضيع والو. كي كنأكد لكم راه نجح من اول تجربه، ما كيضيعش نهائيا. من غير هذاك التفرتيت اللي شفتو فوق القطاعه راه ما كيضيعش نهائيا، والموس يكون ماضي. صافي شوفوا هنا قطع جوج ديال الحرابيل استفتهم في الطاوه، وغندوز نقطع الاخرين الحرابيل اللي بقاو عندي. ودخلت الطاوه الاولى دخلتها الفران، الطاوه الثانيه تنقطعهم دابا عاد ندخلها من بعد حتى هي، وكنحطهم كي قلت غير من الفوق حتى كينشف لينا الفقاس مزيان وكيتحمر من التحت. عاد كنبداو نقلبوه. شوفوا هنا راه دخلته الفران، هنا دخلته الفران غنخليه يتحمر مزيان من التحت. عاد كنقلبو. المهم كنبقاو نقلبوه، اللي بانت لينا تحمرات كملات في الطياب كنحيدوها، واللي بانت لينا باقا كنخليوها. المهم نعطيوه الخاطر تنحمروه مزيان هادو الحواشي اللي بقاو ليا. المهم هذا هو الفقاس ديالي، ها هو كمل كيجي زوين بزاف ومحمر تبارك الله. علاش اكدت لكم على الفران يكون ناقص باش يتحمر مزيان؟ شوفوا حتى ديك اللوزه راه كتبان لكم محمره، لان لا جهدتو عليه راه غيتحمر، ولكن كتبقى ديك اللوزه خضراء في العضه، ما كتحسوش بها مقرمشه او مقرمله كي كنقولوا. كيجي اكثر من رائع. نتمنى يعجبكم وتجربوه. ما تنسونيش من التعاليق ديالكم الزوينين بحالكم. شكرا لكم بزاف على المتابعه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.